متصور اتخطر هالمعنى هذا اللي لقفه الخيام في احدى رباعياته. الخيام اخذ هذا المعنى اشتغل اشتغلال اخر. شنو الاستغلال الاخر؟ يخاطب الباري عز وجل يقول له ربي اوعدتني بان جزائي لذنوبي العقاب والنيران، فتعجبت من وعيدك هذا وانا باكتناهه حيران. عذابي بموطن منك يخلو، دلني اين هذا المكان؟ ام مكان تحله ومحال حيثما انت رحمة وحنان. يقول له وين انت راح تعذبني؟ تعذبني بمكان انت مو بي، ماكو مكان انت مو بي ابدا، كل الامكنة انت بيها. تعذبني بمكان انت بي مستحيل، انت وين ما تروح الرحمة وياك والعطف. يا ربي لا تحرمنا، لا تحرمنا من رحمتك يا رب بحق وجهك الكريم، لانه مو محتمل ان هاي القابلية راح تستمر وياي. هاي القابلية مو محتمل راح تستمر وياي. قد يمر علي يوم انا احاول ان اتحرك ما اقدر. فعلا بدأ تشوف يعني الان هذا الانسان قد تمر عليه ساعات لا يقوى على الحركة، قد تمر عليه لحظات ما يستطيع بها القيام بأبسط الأعمال. الإنسان إذا ما أدرك رحمة الله. ولذلك الإمام سلام الله عليه كان يدعو بأن الله عز وجل يجعله متمتع بحواسه، هالحواس اللي عنده يخليه متمتع بها إلى أن يموت. لأنه هذا إذا ما قدر يقوم، إذا ما قدر يقوم يتناول له مية، ياخذ له شوية مية وهو عطشان، ما في شك أن الحياة أصبحت عبء عليه، فعلا عبء عليه. شايف إذا الله يريد يرحم له واحد يخليه عنده قدرة إلى أن يطلع من هالحياة على أن يقضي أشغاله بنفسه، لا يقعد ينتظر ابنه أو ينتظر أخوه أو ينتظر زوجته أو ينتظر أحد. خليه شوية إلى الله بس. هو الله عز وجل يمنحه إذا أراد أن يرحمه ما يخلي له من نية، ما يخلي من نية لأحد عليه أبدا. لأنه الإنسان إذا أصبح عاجز عن الحركة وضعفت به الطاقة قطعا تحول إلى عبء، وإذا تحول إلى عبء عادت الحياة عليه عبء، هي نفس الحياة عادت عليه، هي الحياة صارت عليه ثقل على كتفه. هذا هو الواقع. تصور أن كثير احنا عندنا من أوليائنا أو من صلحائنا دعاء دائما أن يكون عند الموت يمر عليه وهو متمتع بكل طاقاته، يعني عنده راحة. اكو لا والله واحد طول ايامه، واذا طالت ايام مرضه وطالت باكو نوع من الحياة يصبح لا يقدر يتحرك، لا يسمع، لا يبصر، يشوف. يعني هذا هو صحيح امتحان من الله عز وجل، صحيح قد الله عز وجل يريد ان يطهره، يطلع من هنا طاهر، لكن يا سيدي نسأل الله لا يوصلنا الى هاي. يعني خلينا ما طولنا نقدر نتحرك وعندنا طاقة ويتناولك. نعم اللهم ارزقنا الراحة عند القبر بعدها، النزاع بعد استوى حاطي التراب بعد رطب والصراع عليه. ستباشر التربة خدك